أنا شايفة إن ده أكتر مسلسل بيشرح يعني إيه راجل مؤذي فعلا وبيمارس ألاعيب نفسية مؤذية جدا في العلاقة. تكرار المأساة، هو عاش صدمة إن أبوه اتخلى عنه وهو صغير، وبدل ما يعالج ده دارت الدايرة وبقى يمارس نفس التخلي ده مع البنت اللي بتحبه. هو كرر نفس الأذى وعيش حبيبته نفس المأساة، وده بسبب خوفه المرعب من إنها تسيبه في يوم من أيام زي ما أبوه سابه. خلاه يختار يسبق هو ويجرحها ويمشي الأول عشان يحمي نفسه من ألم الرفض. تأثير التصرف ده على البنت بيكون مدمر نفسيا، لأنه بيحطها في حالة شك دائم في نفسها ويسيبها بسؤال ملوش إجابة: أنا قصرت في إيه عشان يتخلى عني فجأة؟ لدرجة إنها حتى لو دخلت علاقة صحية بعد كده مع حد بيحبها بجد بتفضل خايفة ومرعوبة ومش قادرة تصدق إنه هيستمر معاها. سيكولوجية الشد والجذب، التلاعب العاطفي، هو بيعمل معاها أصعب نوع من التلاعب العاطفي. فكرة إنه يعلقها بيه ويحسسها بأجمل مشاعر في الدنيا وإن ملوش غيرها، وفجأة وبدون أي إنذار أو سبب واضح يختفي ويبعد عنها تماما. ده أسلوب بيستخدمه عشان يفضل دايما هو الطرف الأقوى والوحيد اللي بيحدد إمتى يقرب وإمتى يبعد. قمة الأنانية والنرجسية في شخصيته ظهرت لما رفض يسيبها تعيش من بعده. خطفها يوم فرحها لمجرد إنه مش قادر يستوعب إنها هتبني الاستقرار والأسرة اللي هو عاجز يحققهم. هو حاططها في سجن عاطفي، لا هو قادر يسيبها تكمل حياتها ولا هو قادر يستقر معاها، مع إن جوازها التاني كان فرصة حقيقية ليها عشان ترتاح وتبدأ حياة مستقرة، خصوصا إن الشخص ده كان بجد بيحبها لدرجة إن أمه الصعبة اتغيرت ووافقت عليها عشانه. إلا إن البطل صمم يبوظ الفرصة دي كلها ويخطفها بس عشان يرضي أنانيته ومصلحته هو. دور البطلة المنقذة، أول ما خطفها يوم فرحها رد فعلها الطبيعي كان الرفض التام والغضب، لأنها كانت خلاص هتبني حياتها المستقرة اللي بتحلم بيها. كانت بتزعق وتقاوم. مع الوقت وطول الرحلة مقاومتها بدأت تقل تدريجيا لما بدأ يظهر جانب ضعفه ومرضه قدامها. غريزة الإنقاذ عندها اتحركت، وبدل ما تفكر في مصلحتها وفي الشخص اللي كان بيحبها بجد استسلمت ليه ورجعت تقع في فخ التعلق بيه من أول وجديد. عشان كده لازم نبطل نعيش دور المنقذين. معظم البنات بتحب تختار أسوأ راجل في الدنيا وتقولك I can fix him، وأنا عارفة إزاي أخليه إنسان كويس ويسمع كلامي بالحرف. البنت مش دكتورة نفسية ولا هي المسؤولة عن علاج صدمات الراجل وتصليح عيوبه. الشخص اللي طالع من طفولته مكسور ومطلع جروحه وأذى عليكي هو اللي لازم يروح يتعالج ويصلح نفسه بنفسه. جذور صدمات الشريك، مفيش حاجة اسمها ارتبط بشخص وأنا معرفش طبيعة علاقته بأهله كانت إزاي، لأن ماضي الإنسان في بيته وسط أهله هو اللي بيشكل طريقته في التعامل مع شريك حياته. البطل هنا لما أبوه تخلى عنه وهو صغير، الصدمة دي ما كانتش مجرد ذكرى عابرة في حياته، دي بقت المحرك الأساسي لكل تصرفاته وخوفه. وغلطة أي طرف إنه يدخل علاقة من غير ما يفهم مشاكل شريكه النفسية المترتبة على طفولته وإزاي بيتعامل مع أزماته، لأنك في الآخر بتلاقي نفسك بتدفعي تمن صدمات وجروح ملكيش أي ذنب فيها. ودي مشكلة كبيرة بيقع فيها معظم البنات، فياريت تنتبهي ليها كويس. اسم المسلسل بيشرح معنى شخصية البطل البلانكتون: كائن ملوش جذور، تافه، بيتحرك مع التيار ومحدش هيهتم لو اختفى. الرؤية العدمية دي لنفسه وللحياة بتخليه يتصرف بلا مبالاة اتجاه القواعد الأخلاقية أو مشاعر الآخرين، فبيتحول لشخص مؤذي للدوائر القريبة منه. طيب ليه بالرغم من كل ده البطلة كانت متجاوبة معاه؟ البنت دي أهلها سابوها وهي صغيرة، لما طفلة تكبر وهي شايفة إن أقرب الناس ليها يتخلوا عنها عقلها بيبدأ يفهم الدنيا غلط. هي بتتربى على فكرة إن الطبيعي في الحب إن الشخص يغيب ويمشي. عقلها لا إراديا بيميل للشخص اللي شبه أهلها، الشخص اللي بيقرب شوية ويبعد شوية. هي مش بتعمل كده
قاصدة تأذي نفسها، بس لأن الشخصية دي هي اللي مألوفة وشبه اللي شافته في بيتها وهي صغيرة، هي بتترجم الأذى والتخلي ده على إنه هو ده الحب اللي هي تستحقه، وكأنها بتقول لنفسها مادام أهلي سابوني يبقى طبيعي الشخص ده كمان يسيبني، فبتربط قيمتها كإنسانة بالشخص اللي بيتخلي عنها، وبتفضل متمسكة بيه لمجرد إنها متعودة على الطريقة دي في المعاملة. عشان كده لازم كل بنت تقعد مع نفسها وتعرف هي بتنجذب لمين وليه، هل الشخص ده هي بتحبه بجد وعلاقة صحية، ولا هي بتجري وراه لمجرد إنه بيفكرها بتخلي عاشته وهي صغيرة. لما تفهمي ماضيكي هتعرفي توقفي عقلك لما يجي يكرر نفس الغلطة ويختار شخص مؤذي لمجرد إنه مألوف. الشخص اللي يوم يحسسك إنك كل حياته ويوم يختفي بدون سبب ده مش حب، ده تلاعب بيستنزف صحتك النفسية. اختيارك لراجل مليان عيوب على أمل إنك هتغيريه هو رهان خسران، لأن الإنسان مش بيتغير غير لو هو عايز كده بجد، ومش دورك إنك تدفعي التمن لصحتك وعمرك عشان تغيريه. لازم تفهمي إن النوع ده من العلاقات مش صحي ومسموش حب أصلا. الحب الحقيقي هو الأمان والاستقرار، مش حرب مستمرة بتدفعي فيها من كرامتك وصحتك